يعني للأمانة أول شيء احنا لابد أن نقدم جزيل الشكر والامتنان لجماهيرنا العزيزة اللي ساندتنا واحنا بأمس الحاجة، لأن الكل يدرك أنه احنا وضعية الفريق وجاهزته فنيا وبدنيا تكلمنا بهذا الموضوع، ولذلك يعني حتى يعني مو طموح يعني للأمانة مستوى الأداء العام طموحنا أن يظهر فريق أربيل، لكن بحساب الوقت وبحساب التأخير وحتى بحساب أنه محترفين ما مكتملين. يعني الفريق احنا يمكن لعبنا بثلاث محترفين فقط، إن شاء الله يعني خلال هذه الفترة يكونون كل المحترفين. وفقنا في المباراة الأولى حققنا 3 نقاط، لكن مع هذا يعني لا زلت أقول أنه لدينا عمل كثير ينتظرنا حتى نكون يعني بدرجة جيدة ومقبولة من الجاهزية ومن الرضا على مستوى الأداء العام. راح نواجه فريق الميناء بملعبه وأمام جماهيره، فريق الميناء صعب في ملعبه، لكن يبقى طموحنا إن شاء الله بدعم الإدارة وبدعم جمهورنا العزيز إن شاء الله. يعني أملنا وثقتنا كبيرة، المباراة راح تكون صعبة على الفريقين، بس أملنا إن شاء الله أن نظهر بمظهر لائق إن شاء الله. والله اللاعبين بارك الله فيهم، شوف أنت أكو فد شيء يعني ما يقبل الشك أنه فريق من يكون متأخر وبالتالي ورغم أنه هو جاهزيته غير جيدة، وبالتالي الثقة بالنفس والإصرار ويعود إلى المباراة مرة أخرى. هذا الفضل الكبير يعني للتحضير النفسي، الفضل الكبير لمساندة الجماهير، وأعتقد النتيجة جيدة جدا يعني تحقيق ال3 نقاط الأولى، لكن من حيث مستوى الأداء العام يعني هذا بكل تأكيد هو ليس طموحنا ككادر تدريبي أن يظهر فريق أربيل بهذا المستوى، وبمرور الأيام وبمرور يعني كثرة الانسجام واكتمال الجاهزية البدنية ووصول المحترفين لدينا ثقة أنه مستوى الأداء العام يكون أفضل إن شاء الله.